وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف ازاي بقالنا اسبوعين بادئين هذه الرحلة العميقة. عارف ان انتم مستنيين دلوقتي عشان نفتح لايف نذاكر سوا، بس انا عندي كام حاجة كده اعملهم علل السريع. اروق سريري، كان في حد نصحني ان انا احاول اخد شوية حاجات اللي انا ما بستعملهاش واحطها تحت السرير، انا هحاول اعمل كده دلوقتي. فان في مرتبة دلوقتي لسه واقعة على دماغي. طيب شكرا. هتيجي ولا مش هتيجي؟ صلينا الظهر الحمد لله، بس جعان ولسه مفطرتش، هاكل اي حاجه لان انا فاصل خالص. روقت السرير بتاعي، اعتقد دلوقتي شكله احسن بكتير. يعني حاولت اظبط الدنيا شويه هنا، حطيت البوكسات الادوات الحاجات دي. المكتب ده بقى فاضي خالص، مبقاش عليه اي حاجه. روقت مكتبي، لايف، كل حاجه جاهزه ان شاء الله. نفطر بس ونبدأ مذاكرة إن شاء الله. أنا فاقد الشغف. كلمة المنتشرة عند الشباب دلوقتي كلمة غريبة يعني، وهي ليس لها في الدين أصل ولا في العقل أصل ولا في الفطرة أصل. مسألة أنا فاقد الشغف، مش قادر أشتغل. إيه ده؟ هو من إمتى أصلا؟ احنا لسه كنا بنقول تنزلين أو لا تكرهن. ايوه. ايه شغفك ولازم يبقى فيه. مفيش حاجه يا حبيبي، مفيش حاجه اسمها شغف. في حاجه اسمها انك تجبر نفسك، والنفس ينبغي ان تجبر على ما تكره من الامور النافعه في الدنيا والدين. لو ما اكرهتش على الامور النافعه في الدنيا والدين انت هتروح في حتت صعبه يعني. لازم انت تجبر نفسك وتحمل نفسك على الصالحات والامور النافعه. لأول مرة من فترة طويلة اكتشف ان انا بحب مجالي وتخصصي، بحب طب الاسنان جدا. مجرد بس ما بحوط نفسي بناس شاطرة، اتفرج على فيديوهات، اطور نفسي كل يوم، او احس ان انا عارف حاجة مش كل اللي حواليا عارفينها، بحس بان انا بحب المجال ده حتى لو صعب. عموما القاعدة دي ممكن تطبقها على اي مجال، بمعنى ان انت عمرك ما تحب اللي انت بتعمله غير لما فعلا تتعب فيه بشكل ما او تكون مميز فيه. ساعتها حتى لو الشغل اللي انت بتعمله صعب او كومبليكيتد شوية عن اي شغل تاني او مرهق او متعب، بس هتحب اللي انت بتعمله، هتكون حابب نفسك في المجال ده. الفكرة كلها بس ان احنا ما بنجيبش اخرنا او ما بنعملش اللي علينا، مع ان لو زودنا شوية مجهود بسيط هنحس ان في فرق كبير. للأسف هي دي مشكلتنا أصلا، مشكلة الدراسة عموما في الوطن العربي، إن إحنا واخدينها إن هي نجاح وسقوط، ما بنتعمقش مثلا في الدراسة، مش عايزين نعرف معنى كل كلمة إحنا بندرسها، مع إن الموضوع ده جامد. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 34 35 37 38 9 40. العجيب في الموضوع إن الشخص اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كان بيصلي بالناس دلوقتي.